ازاي تدير مديرك. لازم تعرف انت عايز ايه من مديرك عشان تعرف تديره كويس. هو في حد بيدير مديره؟ طبعا في حد بيدير مديره، بس الاهم تبقى عارف انت عايز منه ايه كويس. في ناس بتقول لك مديري بيعلمني بس كده اللي انت عايزه. لا، في ناس تانية بتقول لك لا، انا عايزه يعلمني ويبين شغلي. طيب في ناس تانية بتقول لك لا، انا عايزه يعلمني ويبين شغلي ويكبرني او يرقيني. طيب هنا المفهوم هيتغير. انت ازاي هتستغل المدير بتاعك ده لصالحك؟ يعني ايه هتستغله لصالحك؟ يعني انت عايز منه ايه؟ انت عايزه يعمل معاك ايه؟ انت عايزه ان هو يعمل معاك الثلاث حاجات دول، اللي هو يعلمك ويبين شغلك ويرقيك. طب انت يوم ما هتقابل واحد من العشرة او ال15 مدير اللي انت هتقابلهم في حياتك، هتقابل واحد او اتنين بيعملوا الحاجات دي كلهم. طيب هو هيعمل لي الحاجات ديت؟ هيعمل لك الحاجات ديت على حسب انت فكرت واستغلته ازاي، او فكيت الشفرة بتاعته ازاي. يعني في ناس بتقول لك هو المدير بتاعي كويس وبيعلمني بس ده فني، وفي ناس بتقول لك هو بيعلمني بس مش بيبين شغلي، وفي ناس بتقول لك هو بيعلمني وبيبين شغلي بس ما بيرقنيش، ده بيرقي حد تاني. طب بيرقي حد تاني ليه؟ هنا لازم نعرف نفك شفرة الناس ونفهم طريقة تفكيره. لو انت المدير بتاعك علاقته كويسة بالناس اللي فوقيه، يعني المديرين اللي فوقيه، ده دايما ما تخشش معاه في مشاكل. خلي طالما هو كلامه وعلاقته كويسة بالناس اللي فوق، خليه دايما ما يتكلمش عنك بشكل وحش. ان هو ما يقولش عليك بتاع مشاكل. ما يقولش عليك بتاع مشاكل ليه؟ لان ما فيش حد في الدنيا بيحب يرقي حد بتاع مشاكل. قال لك يا عم ده هو لسه صغير وبيعمل المشاكل دي كلها، امال لما يكبر كمان شويه ويبقى مدير اداره ولا بيبقى مدير كذا فرع ولا حاجه هيعمل ايه تاني؟ فمش حد بيحب يعمل يرقي حد بتاع مشاكل. فاحنا نتجنب المشاكل مع المدير اللي هو على طول كلامه مسموع للمديرين اللي فوق منه. طيب لما يكون كمان مديرك كلامه مسموع، يعني ايه كلام مسموع؟ يعني الناس بتاخد رأيه وبتحب طريقة تفكيره. لما بتحب تاخد برأيه وبتحب طريقة تفكيره والناس كلها بترجع له، مش شرط في حاجات الشغل بس، ده كمان ما تخشش معاه في كلاش مباشر على طول. وهو معنى كده ان كل المديرين طريقة تفكيرهم كويسة والناس بتحب تاخد رأيها؟ لا طبعا، في مديرين كتير بيبقوا قاعدين ومديرين فروع وما يعرفوش يعني ايه قواعد ورولز المكان بتاعهم اصلا اللي هم شغالين فيه. لكن في مديرين العكس تماما. فلما يكون مديرك كلمته مسموعه، تتجنب انك تخش معاه في كلاش على طول. طيب امال المفروض مني ان انا اسمع كلامه على طول؟ اسمع كلامه على طول اللي يقول لي عليه في الراحه الجايه؟ لا طبعا، مش انا ما بقولكش كده، ما بقولكش اسمع كلامه في اي حاجه انت مش عاجباك. لازم تاخد لازم تقول رايك ولازم تتناقش معاه، لكن دايما خليك ذكي. دايما تختار الوقت اللي انت داخل له فيه عشان تتكلم معاه في الموضوع ده، ودايما تختار الطريقة اللي انت هتتكلم بيها معاه في الموضوع ده. والأهم من ده كله انت تفهم دماغه ماشية ازاي.